النهاردة هننضف الممبار بطريقة مختلفة وحصرية وأول مرة تشوفوها على اليوتيوب ومن غير وقت ولا مجهود كبير. كملوا الفيديو للآخر علشان فيه تكات مهمة جدا لازم تخلوا بالكم منها، وشيروا الفيديو لأصحابكم وقرايبكم عشان الكل يستفاد. ويلا نكمل حلقتنا مع بعض. نسمي الله كده ونبتدي. معايا هنا 2 كيلو ممبار. لما تيجي بقى تشتري الممبار حاولي تجيب الممبار المر اللي هو ما بيكونش تخين، الممبار بتاع العجل اللي هو بيكون يعني رفيع كده ان انت تقدري تحشيه، لا هو تخين قوي ولا هو رفيع خالص، الممبار الوسط فاهميني. يعني لا هو تخين قوي ولا هو رفيع قوي. وهنا بقى اول حاجه بعملها في الممبار بتاعي بشيل اي زيادات اللي هي الدهون اللي بتبقى من بره في الممبار، بحاول ان انا اقصها بالمقص. لو مش هتعرفي وخايفه ان انت تبوظيها بالمقص ممكن تعمليها بالسكينه تفتحيها بس، او تشيلي الدهون دي بايدك على قد ما تقدري. ده لو انت حابه ان انت يعني ما يبقاش الممبار بتاعك دسم او فيه دهون كتير. تمام. وكمان غير كده ان انت لما هتيجي تقلبيه هيتقلب معاكي بكل سهوله، مش هيتعبك قوي في القلب بتاعه. وحاولي وانت بتشيلي زيادات الدهون دي، حاولي ان انت تسيبي مسافه كده سنتي علشان ما يتقطعش منك وانت بتيجي تقلبيه تلاقيه مخرم كده كتير. ولو لقيتيه مخروم مثلا في مكان معين حاولي ان انت تقصيه في الحته دي، يعني تقصي الممبار عشان ما تنزلش منك الحشو وانت بتيجي تحشيها. وهنا بقى كنت خلاص شلت كل الدهون والزيادات اللي انا مش عايزاها في الممبار، وكمان علشان تسهل لي القلب بتاع الممبار. دلوقتي بقى تاني خطوه هنعملها ان احنا هنقلب الممبار بتاعنا. معايا هنا طرف الممبرايه كده هجيبه وبصباعيني كده السبابه والوسطى همسكهم كده، همسك الطرف بتاع الممباره كده بالسبابه والوسطى وهقلب ايدي وهبتدي ان انا ادخل باقي الممباره كده بالقلب علشان تتقلب معايا. هحط كده حبه ميه كده وانا بقلبها علشان تسهل معايا كده نزول الممباره بكل سهوله. اهو تحت الحنفيه بتسهل كل حاجه، هتلاقيها بتنزل معاكي بكل سهوله كده. وحاولي ان انتي لو الممباره بتاعتك طويله تقصيها كده علشان ما يعني تتقلب معاكي بكل سهوله. ولو حاسه ان الطريقه دي صعبه بالنسبه لك ومش هتعرفي تقلبي بيها، برضو في طرق كتيره تانية سهله وبسيطه. وهعمل معاكم دلوقتي طريقه سهله خالص. برضو لو انتي مش هتعرفي ان انتي تعمليها بالطريقه دي تقدري تعمليها بالطريقه التانية اللي انا هقولها لك دلوقتي. دي اسهل طريقه بالنسبه لي، او اللي انا يعني مفضله بالنسبه لي وما بتاخدش معايا وقت وبتبقى سهله جدا. تمام. لو حسيتي زي ما بقولك ان الممباره بتاعتك طويله قصيها علشان تنزل معاكي بكل سهوله كده. والممبرايه دي كانت طويله معايا فقصيتها كده وابتديت ان انا ازق بايدي التانية كده علشان انزل الميه وتتعمل معايا بكل سهوله. دلوقتي برضو هعمل معاكم واحده كمان كده بنفس الطريقه. ولو لقيتي اي ممباره كده فيها فتحه زي دي مثلا قصيها من الحته اللي فيها الفتحه علشان ما توقعلكيش الرز وانتي بتحشيها بعدين. تمام كده. دلوقتي بقى هقصها كده وهبتدي ان انا اعمل الطريقه التانية. وباي معلقه عندك هاتيها كده وابدأي كده من قبل الطرف بتاع الممباره بتاعتك، تدخلي الممبار بتاعك كله كده بحيث ان هي تشبك كده في الطرف بتاع الممبار وتطلع معاكي من الناحيه التانية بكل سهوله. بس حاولي لو انت هتعمليها بالمعلقه تكوني قصه الممبار بتاعك على قد مثلا ما هتطبخيه، يعني قصيه كده صغير فاهمني، يعني ما يبقاش طويل معاكي علشان مش هتعرفي ان انت تدخلي كميه كبيره في المعلقه. ممكن بالمعلقه، ممكن بعصايه شيش طاووق، ممكن برضو بسيخ لو عندك سيخ او المسن تقدري تعمليها تقلبيها باي حاجه متوفره عندك. بس انا عملتها بالمعلقه كده عشان دي متوفره عند الكل وسهله وبرده سهله يعني تطلع معاكي برده تقلب معاكي بكل سهوله برده. بس انا زي ما قلت لكم كده هكمل باقي الممبار بتاعي بالقلب بالطريقه دي تحت الحنفيه وبقلبه كده بصباعيني كده الاتنين بلاقيه يتقلب معايا بكل سهوله. هخلص بقى كل الكميه بالطريقه دي. انا بفضل طريقه القلب دي، يعني حاولوا تتعلموها على قد ما تقدروا لان دي اسهل طريقه بالنسبه لي وحاسه ان هي هتريحكم، يعني بدل القلب بالمعلقه او بالعصايه الشيش طاووق او باي حاجه تانية. دي اسهل طريقه بالنسبه لي. تمام. خلاص بقى كده انا قلبتهم كلهم، ودلوقتي هننزل بقى بيهم في الحله بتاعه الميكسر بتاعي كده. حطيتهم كلهم في حله الميكسر، والطريقه دي حصريه يا جماعه عندي وبس، محدش عملها ولا شفتها من حد. يعني انا كنت بشوف الناس بتعملها في الكبه الصراحه، بس انا مش عندي البلاستيكيه اللي هي بتبقى في الكبه، فاضطريت ان انا اعملها. قلت اجرب ان انا اعملها في الميكسر
المكسر، وبصراحة النتيجة دي طلعت مبهرة جدا جدا جدا. لو عندك المكسر هترتاحي وهتنضفي يمكن 10 كيلو ممبار في المكسر بتاعك. تمام، ما تقلقوش من الممبار اللي ملفوف ده. دلوقتي هنفكه، هيبقى سهل معانا لما نيجي نفكه تحت الحنفية، وبس عشان كانت الممبارية طويلة فلفت في الشبكة بتاعة المكسر، فعادي خالص هعملها دلوقتي تحت الحنفية، هتنزل يعني معايا وهتسلك، يعني ما فيهاش اي مشكلة. دلوقتي بقى انا عشان موسوسة بقى وعندي وسواس كده في تنظيف الممبار، فقلت بقى اوريهولكم بعد ما طلعته كده من المكسر. قلت امشي عليه السكينة كده واشوف هيطلع اي حاجة، اي فضلات ولا لا. بس بصراحة النتيجة طلعت مرضية بالنسبة لي. وكمان يعني انا لحد الان انا ما حطيتش اي محلول ولا نقعتهم في خل ولا نقعتهم في اي حاجة، وشايفين البياض عامل ازاي. يعني بصراحة سهلة جدا كمان انت تعمليهم بعدها بالسكينة، مش مثلا هتقعدي تعملي بالسكينة وقت طويل ووقفة كتير، لا انت هتضربيهم بقى 10 دقايق في الميكسر وهتطلعيهم بقى تحت الحنفية، هتلاقيهم نطفوا معاكي وبقوا فل قشطة كده من غير اي محلول من غير اي حاجة. بس انا طبعا مش هسيبهم كده، زيادة التأكيد برضو هعمل لهم محلول وهنقعهم في المحلول عادي اللي انا بعمله كل مرة. دلوقتي بقى كده انا بطلع، يعني عملتهم كده بالسكينة، هعملهم كلهم كده. شايفين برضو مش بيطلع اي حاجة، يعني اغلب اللي بيطلع ده حاجات بسيطة خالص. لو انتي نقعتيه كمان يعني في المحلول كده على طول مفيش مشكلة. بس انا يعني زي ما قلت لكم كده عندي وسواس، فلازم ان انا اعمله بالسكينة ايا كان انا عملته بايه، فاعمله بالسكينة برضو. شايفين هو مش بيطلع غير الدهون على فكرة، اغلبه دي دهون من جوه كده. الممبار اللي هو القلبة بتاعة الممبار دي الدهون اللي هي بتبقى من جوه هي اللي طالعة، مش اي فضلات ولا اي حاجة. طبعا انا اول ما خلصت كده اصلا ضرب في الكبة، عايزة اقول لكم ان انا غسلت الطبق بتاع المكسر كويس جدا عشان بعمل فيه حلويات وبعمل فيه يعني اي كيكات، فما يبقاش ريحته اي زفارة، وبحط عليه كمان حبة خل. دلوقتي بقى هننقع الممبار بتاعنا كده، هنعمله المحلول السحري اللي هو مبيخليش لي اي ريحه زفاره خالص. ضفت حبه خل كده حلوين، وحطيت عليه معلقتين كده من الملح و3 معالق كبار كده من الدقيق، وعصير كده ليمونه ونص. وهقلب بقى كده المحلول بتاعي كويس خالص مع الممبار، وهسيبهم بقى كده حوالي نص ساعه كده وانا نقعاهم. بعد كده ده بعد النص ساعة شايفين بقى معايا بيضة قشطة ومن غير ريحة زفارة خالص خالص، يعني عايزة اقول لكم ملهوش اي ريحة ولا اي زفارة خالص. دلوقتي بقى هناخده نشطفه كده تحت الحنفية كويس، وبعد كده بقى هنقلبه على العجلة بتاعته. عايزة اقول لكم بقى على حاجة مهمة جدا لازم تخلوا بالكم منها. الممبار ساعات بيجي فيه حبوب او فيه اي ضرنات كده بتبقى في الممبار، بيبقى من جوه، يعني لما تيجي تقلبيه تلاقي كده حبوب كده لونها احمر مختلفة كده. دي لازم لو انتي لقيتي في الممبار بتاعك اي حبوب او اي حاجة من جوه او اي حاجة انتي مش حاساها يعني مختلفة كده عن الممبار، حاجة غريبة، تحاولي ان انت ترجعها على الراجل فورا. يعني الممبار لازم يتنضف اصلا في نفس اليوم، ما ينفعش ان انت تسيبيه اصلا لتاني يوم في مثلا في الفريزر ولا كده، لازم تنضفيه في نفس اليوم بتاعك. تمام، وخلوا بالكم خالص من موضوع الحبوب ده، لانه يعني بصراحة حرام ان انتي تجيبي الممبار بتاعك وتلاقيه كده. دلوقتي بقى الممبار بتاعنا ب100 و120، يعني الكيلو معدي، فحرام ان انتي تاخديه ويبقى كمان غير صحي ليك وللولاد. فحاولي ان انتي تجيبي ممبار يكون من مكان موثوق فيه، وكمان يعني الممبار ما يكونش فيه اي حبوب من جوه. ولو لقيتي فيه، ولو انتي مش هتعرفي مثلا ترجعي للراجل تاني، حاولي ان انتي لما تروحي يعني عند الراجل تخليه يقلبهولك هناك، يعني يقلبهولك وتطمني ان هو ما فيهوش اي حاجه من جوه وما فيهاش اي حاجه مثلا ممكن ان انتي تضرك مثلا او تضر الاولاد. فحاولي ان انت تختاري الممبار يكون كويس ومن مكان موثوق فيه. ولو لا قدر الله طبعا العجل مصاب باي حاجه، ممكن تلاقيها يعني تظهر في الامعاء بتاعته اللي هي الممبار ده، فلا قدر الله ممكن يعملك اي امراض او اي حاجه احنا في غنى عنها طبعا.
فحاولوا ان انتوا تختاروا المكان الصح، وكمان تطمنوا ان الممبار بتاعكم سليم ومفيهوش اي حاجه، لان زي ما قلت لكم العجل ممكن يكون مصاب باي مرض، لان انا جبته قبل كده وطلع فيه الحبوب دي ورجعته تاني. طبعا ما ينفعش ان انا لا اعمله ليا ولا للاولاد، لانه غير صحي تماما خالص يعني. ودلوقتي هنا بقى انا كده كنت بقلبه خلاص، اللي هي الناحيه العدله بتاعته اللي احنا قلبناه. طبعا في ناس بتحشيه على قلبته، وفي ناس بتعدله وتحشيه بعد كده، بس انا لازم اتاكد انه من العدله بتاعته نضيف خالص طبعا. فدلوقتي هعمله محلول تاني، مش هسيبه كده. هجيب الممبار بتاعي كده وهحط عليه عصير نص الليمونه اللي باقيه كده. طبعا لو عندك ليمون كفايه تقدري تحطي الليمون، وهضيف عليه كمان حبه خل كده، حوالي فنجان خل، وهحط عليه معلقتين كبار كده من الملح. وطبعا لو في اي دهون مش عاجباني كده في الاخر بحاول ان انا اشيلها، وهنقعه لمده 10 دقايق، وبعد كده هشطفه وهشيله في الفريزر. وقبل ما اشيله برضو هقصه كده المقاس اللي انا عايزاه، وهشيلهم بقى في اكياس. طبعا تقدري تشيلي الكميه اللي انت عايزاها مثلا في الاكياس بتاعتك وتفرزيها على حسب الكميه وعلى حسب الطبخه اللي انت هتطبخيها. ولو وصلتوا لهنا بقى ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. لايكات كتير بقى عشان يوصل لناس كتير والناس كلها تستفاد. شكرا جدا ليكم، سلام عليكم.